ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير دايما. معاكم جو من قناة كرش بوي وحبيب قلبي عم الزويقة العالمي ساسا. حبيبي يا جو، وحشني يا وانت ولدي. وحشني اكتر يا حبيبي. بالنسبة بقى أهم حاجة اللي عايز أقولها لكم، انا عارف انت عايز تقول ايه. أنا يا جماعة كائن يعشق الشتاء، فما بيفرقش معايا. وكده كده الاستوديو عندي هنا حر جدا. احنا بنخاف على صحتنا. هم بيخافوا على صحتهم يلبسوا شتوي. انا هتلاقوا اللي متابعني، احنا داخلين ان شاء الله في 3 سنين ونص و4 سنين مع بعض تقريبا في القناه. انا طول عمري صيف شتاء نص كم الناس اللي بتتساءل. انا هذا الكائن لما بنزل تحت معايا سويت شيرت كائن غريب يا جماعه، كائن غريب. طيب طولنا قوي عليكم في هذه المقدمه، بس النهارده جايب لكم مطعم انتوا طالبينه مني من اكتر من سنه تقريبا، وقررت بقى اخيرا بقى بوجود عم صاصه انا اعملهم لكم، لان انا هو احن عليكم. قول لنا ايه هو المطعم يا عم صاصه؟ معانا مطعم كايزو. كايزو اللي الناس بتقول عليه ينافس ابو حيدر، وناس بتقول يضرب ابو حيدر. هنجربه. انا من عشاق ابو حيدر، كلنا من عشاق ابو حيدر يا جماعه، بعيدا عن انه لما بيزودها في النعناع بتافور منه. بس لما بيظبط بيبقى جميل بصراحه. طيب ومن اجل هذه اللحظه السعيده عايزين 20,000 لايك وشير الفيديو ده في كل مكان. ولو لسه ما اشتركتش في القناه اشتركوا وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. هنجيب كل ما هو جديد ونرجع لكم على طول، واوعوا تروحوا اي حته. وها قد حضرت الاشياء. الباكجينج جميل من وراء العقل، حاجه كده محترمه صراحه. اوبا اديله مانجا. أوبا. ابو حيدر تقليد ابو حيدر يعني. ما حدش بيعمل الشاورما هو ما بيعملش غير شاورما. شاورما لحمه ومانجا. هنا بقى ايه عمل؟ زود الفراخ وزود حواوشي. هنصور لكم الكلام ده من فوق واحنا بندوق ونقول لكم الدنيا والاسعار. بس الباكجينج جميل، يمكن افضل باكج يحسن يعني. انا بس اسف، لا ما ينفعش تشبه بوكس بتاع حاجات قيمه يعني. مش اكل، مش بوكس اكل خالص. هنظبط الحاجه دي كلها ونرجع لكم على طول. ويلا بينا نشوف اول حاجه مع عم كايزو. والروايح جميله ولقمه العيش وهميه زي ما انتوا شايفين كده، مليان فراخ وطماطم وتوميه. متكربس بصراحه وب26 جنيه. هو صغنون بس من جوه فيه المضمون. حلو ملعوب، عجبتني اخي. انا اشتريت. حبيب. يلا بينا ندوق الشاورما الفراخ بتاعت عم كايزو اللي انتوا تعبتوني بيه. يلا بينا ندوق. ثانية عشان انا في حاجة مضايقاني وعايز افهم حاجة، بس يعني لسه هو حلو، مش ما تاخدوش قرار نهائي دلوقتي. بس هو داخل على حاجة تانية، يعني حاجة مع الشاورما مش عارف هي ايه. الفراخ فيها عضة كده مضايقاني شوية، تحس انها ايه واخدة شمع حواليها. يعني بتحس كده مش من جوه، من جوه بتدوب، من بره تحس ان عليها طبقة شمع بتمسك في اسنانك اول حاجة. بس انت حاسس انها شاورما؟ لا مش شاورما. يعني شيش خالص. وفيها نعناع صح، او الخيار المخلل فيه نعناع. هي فيها نعناع. انا عايز بس اجيب الخلطة بتاعتها، او هي الطريقة بتاعتها ايه. هي مش شاورما، فاهيتا، داخل على فاهيتا اكتر. وبعد ما انا خلصت وشرقت، الله يسامحكم اللي كان باصص لي في اللوم، الله يسامحه. طيب ما عجبنيش قوي لان زي ما صاصا قال مش شاورما. لا، بس كونسبت جديد في الفراخ، يعني حاجه جديده. صوص التوميه ضعيف قوي. انا عايز اقول لك ان هي عامله زي ما يكون ميكس ايه، مش شاورما على فاهيتا على مش معروفه، يعني حاجه غريبه شويه. طيب نتكلم عن المميزات. لقمه العيش من ورا العقل. الخيار المخلل هنا هو الحاجه اللي شدتني انا وجذبتني، لانه خيار مخلل منعنع فحم. ايوه في فعلا طعم النعناع جاي من الخيار المخلل، فاضافه عجبتني. كان نفسي التوميه يبقى طعمها ظاهر اكتر في صوص توميه، بس الفراخ عشان الفراخ كتيره قوي، يعني هو متوصي قوي بالفراخ بصراحه. انت كل قطمه بتاخدها بتوه في الفراخ، بس مش الفراخ هي اللي جامده عندك قوي. انت التوميه المفروض تبقى جامده، تبقى طاغيه، والخيار المخلل بتاعه وهم، ولقمه العيش بتاعته من ورا العقل. بس كشاورما فراخ مش شاورما فراخ. هديله كام انا على عجبي انا؟ اللي عجبني انا هديله 5. لا انا هديله 7 من 10. انا انبسطت الى حد كبير، بس مش شاورما. اصل المشكله لا لما تبقى حاطط معاك ان انت رايح لشاورما. لا بصراحه لا، تاكل حاجه تانية. هي مش وحشه،
بس بالظبط. لو انت مسستم نفسك انها شاورما صح، لا بس مش هتتضايق. لا لا، مش خد بالك. لدرجه ان انت تتضايق يعني. وكان في تشميعه برضو غريبه حوالين الفراخ. اول قطمه بتاخدها كده بقى بلاقي ان اكني كلت البانه، بس الفراخ من جوه دايبه. لا في حاجه ممكن يكون ده الوش بتاع الشاورما، سيخ الشاورما فيكون متشمع شوية. قوي، متشمع بس بزياده. مش- هو انا وضحتها لكم، قلت لكم تحسوا انه فعلا واخد طبقه شمع كتير. انبسطت ما اتضايقتش، بس مش شاورما فراخ زي ما صاصه قال. هنجيب اللي بعد كده ونشوف عم كايزو هيعمل معانا ايه النهارده. ورجعنا لكم يا جماعه، ودي تاني حاجه معانا رغيف حواشي ثمنه 48 جنيه، وده ان دل على شيء يدل ان لحمه بلدي مش بوليسي. يا مسهل يا مسهل. لانه 48 جنيه يعني بص، هو انا بس مضايقني اللي كان هيقع ده ان واخد لسعه زياده، فدي ممكن تمرر سنه بس. مره فعلا في اللسعه كده. يلا بينا نتذوق. عادي جدا. لا هو عادي، وبعد شويه كده مالح، بس بيتي يعني، حاجه بيتي، مش لو كواليتي. لا الكواليتي كويسه قريبه الى البيت، بس انا الملح ضايقني شويتين. سيكا سيكا بس ممكن تعدي. بس هو يعني كحواوشي يعني عادي، مش هو اللي يخطفني يعني. في اماكن تخطفني اكتر من كده بكتير قوي. طبعا هو راجل بتاع شاورما، فانا هاكل حواوشي. لا انا ممكن اسمع لكم كتير، رفاعي، ربيع، الخن، حواوشيات هم دول اللي يتاكلوا منهم حواوشي. صحيح. انما ان انا اروح كايزو عشان اكل حواوشي لا. انما ممكن رايحين كايزو ناكل شاورما انا واصحابي، وفي واحد مننا عاصي وطالبه معاه حواوشي، هياكله وهيعدي. انما ما اروحش ان انا على كايزو عشان اكل حواوشي مخصوص يعني. بالظبط. في اماكن تانية للحواوشي افضل بالظبط. كتير. احنا 5 بناكل حواوشي، 5 بناكل شاورما، والسادس اللي معانا عايز ياكل حواوشي. يلا اشرب بقى، البس يا معلم. ما عجبنيش ولا ضايقنيش. ما انبسطتش. هياخد كام معايا؟ حواوشي عادي جدا. 5 حلو. 5 يعني. هي كبرها 5 وما يقلش عن 5 عشان ما فيش فيه مشكله. لا ما فيهوش مشكله، بس مش مميز. بالظبط. 5 من 10 عم الحواوشي. وهيا بينا نذهب للاساس، اللحمه، شاورما اللحمه. وراجعين لكم على طول يا احسن ناس. واخر حاجه معانا في الحادق ثم المانجا بقى. نشوف اللي احنا حافظين مانجة ابو حيدر القطع الهوبر دي. بس انا عايز اشتكي الاول. خد اللقمه اللي شكلها حلو ولونها حلو، واداني اللقمه اللي شكلها مش حلو. انا عايزكم بقى تتفرجوا يعني ايه في فرق ما بين لقمتين من نفس المطعم ونفس السندوتش. واحده واخده وش زبده كده لونها بيلمع، والتانية مطفيه، واللي واخده وش زبده اصغر من المطفيه. فانا قلت اديله الكبيره عشان هو اخويا الكبير، مش عشان هي الملونه دي اللي مش مشكله، مش هنقعد ننهد في بعض قدام الناس. زي ما انتم شايفين كده سندوتش مليان لحمه وبقدونس وفي نعناع. بص هقول لك حاجه، واحنا مش عايزين نحكم غير بعد الاكل يعني. انا لسه ما حكمتش. انا لا ما انا بتكلم ان انا ابو حيدر اللي بيوديني عنده الريحه انا ببقى في اول الشارع بروح له عنده بصراحه. شوف ده سعره 28 جنيه، ابو حيدر تقريبا ب 22 او ب 23 تقريبا يعني، اذا ما حصلش تحديث في الاسعار يعني. يعني انت برضه يا كايزو انت لسه ابن امبارح جنب ابو حيدر، نشوف الطعم. بس عايز اقول حاجه، الكميه حشوته ما شاء الله، لا اكتر من ابو حيدر شويتين. الطعم يلا بينا ندوق. يلا. الصدق اللي قال انه مختلف. في قرفه ولا مش قرفه؟ لا في حاجه بس مش قرفه. هي في حاجه كده مش عارف ايه. تابل قوي كده بس مش عارف اجيبه. انا شميته من الاول بس مش جاي معايا، مش عارف. ما علينا. بس تتبيله بتاعتهم هم، اللحمه دايبه، الطماطم معاها جميله مع الخضره، بس لا يقارن بابو حيدر. بس هو في حته لوحده حلوه جدا، حلوه جدا. لو حطيت قدامك الاثنين لا دي لازم تتجرب، لان انا عن نفسي اصل انت مش فاهم. انا ده هديله دلوقتي 10 من 10 بالنسبه لك انت. انا بالنسبه ان انا من عاشقي ابو حيدر، لا انا هروح لابو حيدر. هو مش وحش، بس لا انا بحب ابو حيدر. التوابل بتاعته، نسبه الخل بتاعته، لا في كده حته تاني مختلفه. مدرستين مختلفين تماما. اهلي وزمالك وانا اهلاوي.
انا اهلي وزمالك، بس انا حرفيا مش هعرف ان انا اقيم الموضوع اللحمه ده غير لو جم الاتنين قصاد بعض. لو عاجبكم الفكره دي اكتبوا لنا في الكومنتات ان احنا نعمل مقارنه ما بين ابو حيدر وما بين كايزو. انا موافق عليها جدا، بس فكر جديد بتوابل جديده، هو افتكس وابتكر وعجبني جدا. طب بعيدا عن مقارنه بابو حيدر، ما تديش رقم على المقارنه. تمام. لا مش هدي رقم، لا. هو المقارنه دي لما نبقى بنعمل مقارنه. تمام. ما احنا ليه بس احنا ليه دخلنا في حته المقارنه؟ لان نمره واحد في مصر في الشاورما اللحمه ابو حيدر، عشان كده احنا لما جبنا شاورما لحمه قارناه بابو حيدر. انا ما مش شاورما سوري وفراخ والكلام ده كله. انا ما قارنتش، انا اديته 10 من 10 لوحده. انت تديله 10 من 10. ايوه انت تديله رقم. نظرك لا انا كبير قوي، يعني يوم ما اتمعظم بالنسبه لي هيبقى 8 من 10 يوم ما اتمعظم يعني. طب انا ايه مشكلته؟ طيب ايه اللي ضايقك؟ لا مفيش، بص مفيش حته المزازه بتاعت الشاورما كده، فاهمني؟ موجوده وكتر. لا انا مش حاسسها، هو بيميل لابو حيدر بس. انما هي دي ما فيهاش اي مشاكل، ولكن لا تقارن يا اخ علي، لا تقارن ولا تناقش يا اخ علي، لا تجادل ولا ايوه. طيب انا عارف انك مش هتلاقي فيها مشكله، فعشان كده شايفك 8. انت لا انا مش وحش على فكره. انت لما تدي ساندوتش 8 معناه انه مش وحش، لا هو كويس. تمام خلاص. هو صاصه كده متمسك برايه ومش هعرف ازحزحه النهارده. انا 10 من 10، واكتبوا لي بجد في الكومنتات، لان انا نفسي احط الاثنين مع بعض في مقارنه. العلم عند الله والعفو عند المغفره يا باشا. ما نعرفش، لازم نحط الاثنين قصاد بعض ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. مستعد للمنافسه؟ يلا بينا يلا يا باشا. ولو اتنفخت اما نشوف مين اللي هيتنفخ. ماشي، اكتبوا لنا في الكومنتات بالله عليكم. شوفوا انتوا مع مين يا جماعه، ابو حيدر ولا كايزو؟ لا انا لسه مش مع حد. هم بقى يقولوا ابو حيدر توب وواو. ده حلو جدا طالما هو ما تقارنش بابو حيدر. عايز اقارنه لان ابو حيدر كل شويه بيغير خلطه عشان تبقوا فاهمين. ده حقيقي ساعات ما بيبقاش في المستوى، ولما بيبقى في المستوى ما فيش حد بيقف قصاده. اكتبوا لنا في الكومنتات لو حابين المنافسه دي، ونجيب فيها بقى عم صاصه عشان نقعد نتخانق انا وهو مع بعض. نتخانق كتير. ايوه هنجيب بقى التحليه، وهي دي اللي ربنا يستر منها، لان ابو حيدر بقى قوي فيها. هنجيب اخر حاجه ونرجع لكم. ورجعنا لكم يا جماعه باخر حاجه معانا النهارده في الحلقه، ودي عصير مانجا، ازازه عصير مانجا ثمنها 25 جنيه. وطبعا لو هنقارن كويس انكم ما شفتوش ان انا كنت طرطش الدنيا. اتفضل. لو هنقارن ابو حيدر في المانجا انا مش هقارن، هقول لكم ماشي. بس يا رب يطلع حلو. بس في حاجه ضايقتني وانا برجها دلوقتي، وهي مقفوله لسه ما حدش جه جنبها متبرشمه، طرطشت على المكان وكانت هتغرقني. فخدوا بالكم وانتوا بترجوا المانجا بتاعت عم اهو. بصوا والله مقفوله ايه ما شاء الله. الواحد عشان ايده مزفلطه فالحياه مليطه. فاتي التعبانه دي فيها ايه تعب. كنت هنسى نفسي ايه واملى كوبايتي وابيعك. لا عادي. ايه ده اهو. يا سلام. واخويا ياخد اكتر. هي كلها تقريبا كلها تقريبا 200 مللي. هي صغيره جدا. يلا بينا يا عم صاصا. يلا يا باشا. الحقيقه هي بص، هي مبدئيا القطع اللي موجوده صغنونه، انا فاكر الثانيه كان ما شاء الله. يلا بينا ندوق. مش قطع مبدئيا خالص، يعني هي بايه بنتفات المانجا. مش عارف. لا نو فيها سنه يعني مش الحلاوه. ما انبسطتش طلعها. ايوه ما انبسطتش. طب استنى نخلصها ونشوف هننبسط ولا لا. لا للاسف. الثانيه كانت بعيدا عن المقارنه، لان النهارده مش مقارنه. لا هي مش حلوه. المانجا دي اللي بيستخدموها نسبه السكر اللي فيها مش واو، مشعره كتير، في شعر كتير جدا حاسس بيه وانا بشربها. مش قطع خالص. لا. خالص. لا مانجا. نزل سر العلب قريبه منه يعني. مش لا بين البنين مش يعني. انا ما انبسطتش بصراحه. لا ما انبسطتش يعني. هديها كام؟ بحب الصراحه. لا يا باشا القناه قائمه على الصراحه ومفيش تطبيل لاي حد ولا لاي حاجه. لا مانجا سيئه يعني. لا اشرب يعني، هات لك مانجا في البيت اي نوع هيبقى احسن منها عامه. توتال المطعم تديله كام؟ توتال المطعم. طيب بالنسبه للمانجا دي على 25 جنيه 200 مللي هتديها 5 من 10.
ده عندهم هناك عندهم صح؟ اه ده يبقى في هيديها التجمع. كده يا 2 يا 3. هي يا باشا 2 وضربها الدم، ده 200 مللي ب 25 جنيه. ليه؟ ده ليه انا يا اجيب عم؟ قفص مانجا يا معلم. ايوه لا 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 لا, لا جو قلب على سوق العبور خلاص، جاب الوش التاني. لا 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 اصل ما عجبتنيش يعني. فعلا. لو هنقارن بقى بابو حيدر صفر لا صريح. احنا مش عاملين مقارنه لا، يا جو. انا اديت الرقم يا كبير قبل المقارنه 2 من 10. لو هيتقارن بابو حيدر لا ما مش صحيح. هيجي. لا ابو حيدر مميز جدا في المانجا كده. طيب تقييمك النهائي، شيل يا باشا الازازه دي أوكي يا جنبك. باشا. تقييمك النهائي ايه؟ للمطعم ككل يعني؟ اه يعني انا شايف انه 7.5 من 10. طيب واحده واحده. الحواوشي عادي جدا. عادي جدا. اللحمه في كرياتيفيتي، في ابتكار بس فيها. مش نمره واحد. انا كانت بالنسبه لي يعني أوكي. انا بتكلم على الفراخ، انا قلت فراخ لا انت ولا قلت قلت في اللحمه. انا اسف. طيب اللي انا بتكلم ان فيها كرياتيفيتي وابتكار. الفراخ ضايقتني بس فيها التشميعه الزياده، بس غير كده كنت مبسوط جدا منها. وانها مش شاورما. هي مش شاورما بس انا بسطتني. تمام. والخيار المخلل اللي بطعم النعناع القوي ده عجبني جدا، ولقمه العيش بتاعتهم تحفه. الشاورما اللحمه انا بالنسبه لي حته لوحدها خدتني في طعم جديد في اللحمه، في لو الشاورما اللحمه. خدتك روح معاها ما تتاخرش. رحت واديتها ل 10 من 10. اوفر اول هدي يا عم. والمانجا بلح. صدقني هتلاقي النتيجه في الاخر قريبه من بعض. ما انت مش عارف، انت مش متخيل النتيجه في الاخر يا باشا. الصوصه قال 7.5، انا 7 من 10. انا قلت هتدي اكتر من كده صراحه يعني. ما في يعني. هو الشاورما اللحم لو انا كنت دقت شاورما لحم بس من عنده كنت هديله 10 من 10. انا لو دوت شاورما لحمه لوحده هديله 8 كبير. بس انما المانجا وقعته، الحواوشي وقعه. الشاورما الفراخ رغم انها عجبتني بس مش شاورما فراخ، وحته التشميعه دي للمره هو يعتبر احسن حاجه عندهم شاورما اللحمه يعتبر. واو. مش واو بالنسبه لي، بس هي بالنسبه لي انا دقته هي احلى حاجه. بالظبط ماشي. بالنسبه لي انا واو في حته مختلفه. لو ما جربتوش لسه الشاورما اللحمه بتاع الكايزو جربوها هتعجبكم. عايزين منهم ايه يا عم ساسا؟ 20,000 لايك وشير الفيديو ده في كل مكان. ولو لسه ما اشتركتش في القناه اشتركوا وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جو كيرش بوي وعم ساسا. سلام.